السلام عليكم، يا رب جميعا تكونوا بخير. انا ريهام. النهارده هحضر معاكم وصفة الفلافل المصري، لزوم سحور رمضان ينعاد علينا وعليكم بالخير، وكمان للفطار في الايام العادية. هحضرها معاكم باشهى والذ طريقة، وكمان بتست عالي جدا، وكمان بمكونات بسيطة وبطريقة بسيطة جدا. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والسبسكرايب، وكمان شير مع الاصدقاء. ويلا بينا نبدأ الفيديو. مبدئيا كده علشان نحضر الفلافل المصري، فهستخدم كيلو من الفول المقروش، يكون منقى كويس جدا ومتخلصين من اي شوائب تكون موجودة فيه. وكمان هضيف للفول ربع كيلو من الحمص الشامي. عايزة اقول لكم ان الحمص بينقل الفلافل في حتة تانية جدا. هنضيف كده الحمص مع الفول، وبعدها هغمرهم كويس بالمية، وهنغسلهم على كذا مرة لعند ما المية تبقى معايا شفافة جدا. هضيف عليهم مية تاني بالشكل ده، ودي مية المية اللي هنقع فيها. ده شكل المية، شايفين معايا شفافة جدا. هنقعهم لمدة يوم كامل، يعني 24 ساعة. وطبعا انا اضطريت ان انا انقل الفول في وعاء اكبر، علشان طبعا فشر معايا كده وحجمه كبر. فده شكله، شايفين كمان المية رايقة جدا. وعايزة اقول لكم انا غيرت المية مرتين. هنصفيه، وده شكله. وانا هنا طبعا هستخدم للفلافل كرات، مش هستخدم خضرة، لا شبت ولا بقدونس ولا كزبرة. وكمان هستخدم بصلتين يكون حجمهم متوسط، وكام عود من البصل الاخضر. عايزه اقول لكم ان الكرات بينقل معايا الفلافل في حتة تانية، وكمان بيحافظ على اللون بتاعها وما بيخليهوش يغير. وكمان استخدمت فلفلاية باردة وكمان فلفلاية حامية، وده اختياري. شوفوا كده شكل الفول بعد ما صفيت من عليه المية. وهنا قطعت الكرات وهضيفه على الفول اللي عندي بالشكل ده. وكمان هقطع البصل والفلفل وهنضيفهم كده مع بعض، وهنقلبهم كده تقليبة كويسة جدا مع بعض بالشكل ده كده. وبعدها هكون محضرة الكبة اللي هطحن فيها او افرم فيها الفلافل. هناخد كده كمية معقولة، كل واحد طبعا على حسب حجم الكبة اللي عنده بتشيل كمية قد ايه. هنضيف كده على دفعات، وهنبدأ نشغل عليهم بالشكل ده كده ونفرمهم. وطبعا الفرم يكون متقطع مش متواصل علشان الجهاز بتاعنا ما يبوظش. وكمان هرفع كده من عليهم الغطا، وهبدأ اديهم تقليبة كده من تحت لفوق، علشان اتأكد ان الفلافل بتاعتي بتتضرب كويس، وكمان علشان اساعد الكبة انها تفرم الفلافل كويس جدا. فهساعد بشوية مية، تقريبا كده فنجان او حوالي عن 4 معالق على كل دفعة بضيفها بالشكل ده. ده شكلها طبعا بعد ما فرمتها كويس جدا ونعمتها. ده الشكل النهائي. شايفين العجينة بجد ناجحة جدا، وكمان ريحتها حلوة قوي. هنا هبدأ اضيف على الجزء اللي هقليه معاكم شوية من البابريكا، وكمان شوية من الكزبرة، وكمان شوية من الملح. وطبعا الملح حسب الرغبة، وفيكم تضيفوا ملح فقط بدون استخدام كزبرة او بابريكا. بجد النتيجة بتكون هايلة جدا، لان الكرات بصراحة بيدي طعم حلو جدا وتست عالي، فمش محتاجين اننا نضيف اي نكهات زيادة. انا هنا هاخد شوية من السمسم، وهضيف عليهم كده بالمعلقة شوية من العجينة بتاعة الفلافل، وهكورهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، وهضيفهم على طبق. وبعد ما كورتهم بالشكل ده هنروح بيهم على زيت يكون سخن، وهنضيفهم في القلاية بالشكل ده. شايفين شكلهم؟ وكمان اكيد انتم شايفين انها مفكتش معايا ومتماسكة جدا، وكمان لونها حلو جدا.
طبعا عند ما بتحمر من جهة بنقلب على الجهة التانية. وانا هنا ضفت شوية من الفلافل بدون سمسم، وكمان كانوا بملح فقط. وده طبعا شكلها بعد ما اتحمرت بجد شكلها تحفة جدا. هنقدمها كده مع عيش بلدي. هاخد كده رغيف من العيش وهعمله بالشكل ده، على شكل جيب بالشكل ده، علشان نحضر مع بعض اقوى والذ واحلى ساندويتش فلافل. هنضيف كده الفلافل في العيش بالشكل ده، وهو ده المطلوب. وكمان هنكمل الدلع بكام شريحة من الطماطم، وكام عود من الخس، وكمان كام عود من الجرجير. وكمان مش هننسى التظبيط، هنضيف كده حتة من الليمون المعصفر اللي حضرته معاكم. شايفين بجد شكل الساندويتش قنبلة يا جماعة، بجد جبار جدا. وبكده اكون قدمت لكم الفلافل. يا رب اكون قدمتها لكم بطريقة سهلة وبسيطة وتنال اعجابكم، ويا رب اكون كنت خفيفة على قلوبكم، واتمنى ان شاء الله انكم تجربوها لانها بجد تستحق التجربة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك وشير مع الاصدقاء. ويلا استودعكم الله، باي، مع السلامة.